هذا الفيديو يا جماعة هو الفيديو الأكثر طلبا منذ أن فتحت القناة، أكثر من 4000 تعليق كلها تحمل هاشتاغ SCP-096. حقيقة شيء خرافي. رجاء إن لم تشاهد بعد هذا الفيديو الذي رفعته منذ أسبوعين فلا تكمل هذا الفيديو لأنك غالبا لن تفهم شيء. اذهب شاهده الآن ثم عد إلى هنا. هذا الفيديو كان السبب أن القناة انتقلت من 5000 مشترك إلى 20,000 مشترك في أسبوع تقريبا. اوكي، في هذا الفيديو سنكتشف كل شيء حول ال SCP-096 المعروف بالرجل الخجول الذي يقضي على كل شخص رأى وجهه. سنكتشف كل شيء عن أصوله، عن ماضيه، ماهيته من قبل، ما الأمر الفظيع الذي حدث له حتى أصبح لما هو عليه اليوم. يا جماعة ارتدوا معاطفكم وجهزوا شيء ساخن واعتزلوا في مكان هادئ وضعوا سماعات الأذن لأن فيديو اليوم سيكون بارد جدا ومملوء بالثلوج وأيضا التشويق والرعب. ارتشفوا رشفة من ذلك الشاي، استشعروها قليلا ثم ركزوا معي لأننا في هذا الفيديو سنكتشف الحقيقة خلف الرعب. تذكرون جيدا في الفيديو الذي مضى توقفنا عند هذه الصورة التي سببت أحد أكبر الحوادث التي وقعت في المنظمة، وسبب هذا الحادث خسائر بشرية كثيرة جدا. الرجل الذي في الصورة التقط هذه الصورة قبل سنوات من الحادثة، والتقط معه صورة لل SCP-096 بدون أن يعلم. وتلاحظون أن ال SCP-096 ظاهر في الصورة بحجم فقط بضعة بكسلات قليلة. بعد الحادثة وبعد اكتشاف المنظمة لهذه الصورة مباشرة بدأت تحقق في أمرها وتبحث عن إجابات لتكتشف المزيد عن ال SCP-096. واقترح الكثير من الباحثين أن المكان الذي التقطت فيه هذه الصورة له علاقة بأصول ال SCP-096. أبقت المنظمة اسم المكان الذي التقطت فيه هذه الصورة محذوف، ونلاحظ في التقرير الذي يخص هذه الصورة داخل الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه محذوف. ونلاحظ جيدا أن اسم المكان المحذوف يحتوي على 9 حروف، وواضح من الصورة أنه مكان جليدي مرتفع يقصده هواة المغامرة. وإذا ذكرنا الأماكن الأكثر شيوعا التي يقصدها هذا النوع من المغامرين نجد مكانين شائعين يحتويان على 9 حروف: جبال الهيمالايا والكاراكورام. نلاحظ من الصورة أنه مكان مرتفع ومغطى بالثلج بدرجة كبيرة، فأغلب الظن أنه مكان في الهيمالايا وبالتحديد جبل إيفرست. أوكي، الآن سنتكلم عن صفات ال SCP-096 المعروف بالرجل الخجول. الصفة الشائعة أنه خجول جدا ويبقي دائما نفسه جالس ومحصور في زاوية وكأنه لا يريد لأحد أن يرى وجهه، وإذ حدث ورأى أحدهم وجهه فأنتم تعلمون جيدا ماذا يفعل، يتحول لوحش مرعب جاهز لينزع كل أطرافك من جسمك. السؤال المطروح: ما الذي يزعجه في أن ينظر إليه أحدهم لدرجة أنه يتصرف بهذه الطريقة الجنونية والوحشية لدرجة أنه يقضي عليك؟ هذا يأخذنا لنتكلم عن SCP آخر في المنظمة وهو ال SCP-1529، ويجب أن أعرفكم بهذا الكيان. طبعا دائما نبدأ من الموقع الإلكتروني للمنظمة. ال SCP-1529 هو فرد بشري مقيم بالقرب من قمة جبل إيفرست في النيبال في منطقة الموت. أوكي، يجب أن أشرح ما هي منطقة الموت. منطقة الموت هي كل مساحة الجبل التي تتخطى ارتفاع 8000 متر من سطح البحر. في هذه المنطقة التأقلم البشري مستحيل، الحياة تكون شبه مستحيلة، وكل مغامر يصل لتلك المنطقة ربما لا يعود أبدا. نواصل. ال SCP-1529 يجول في تلك المنطقة، منطقة الموت. يبدو ال SCP-1529 متوسط الطول والوزن، ويرتدي من الرأس حتى أصبع القدمين فيما يشبه بدلة متسلقي الجبال الجليدية، ووجهه محجوب تماما بغطاء سترته. وأيضا يبدو أنه يرتدي نظارات جبلية سوداء غير شفافة. لم يلاحظ أبدا أنه يرتدي ملابس أخرى غير هذه، وبسبب أن القليل من الذين شاهدوه أحياء إلا من خلال تلسكوب فلا يمكن التأكيد هل الملابس التي يرتديها عبارة عن ملابس يلبسها أم جزء من جسمه.
تراقب المنظمة ال SCP-1529 منذ السبعينيات. يصبح ال SCP-1529 نشطا فيما يقارب 7 أيام في الشهر، حيث يلاحظ وهو يجول ويتسلق حول الروافد العليا للجبل، وليس له مسار محدد. ولم يلاحظ أنه يستخدم أي أدوات تساعده في التسلق، فقط اليدين والرجلين. وأيضا لوحظ أنه يتسلق أماكن تعتبر غير ممكن للإنسان تسلقها، ولم يلاحظ أبدا ولو مرة واحدة أنه سقط أو فقد قبضته. ولم يهبط أبدا تحت خط 8000 متر إلا في حادثة واحدة وقعت قبل عدة سنوات. ولا تعلم المنظمة أي شيء عن أصل هذا الكيان. تبقي المنظمة ال SCP-1529 في بيئته الأصلية وتراقبه من بعيد باستعمال التلسكوب والأقمار الصناعية، وفقط عندما يكون الطقس مناسب وواضح النهار. عندما يكون ال SCP-1529 نشطا يجب إجراء المراقبة بالطائرة أو بالهليكوبتر عند الضرورة. تقوم المنظمة بالتعاون مع منظمي الرحلات الاستكشافية للمدنيين لمنع أي مدني من محاولة تخطي خط 8000 متر عندما يكون ال SCP-1529 نشطا. ويجب إزالة أي جثث للمتجولين الذين تعرضوا لل SCP-1529 في أسرع وقت ممكن لتشريح الجثة والتخلص منها. ويجب أن تغطى جميع الضحايا التي سببها ال SCP-1529 على أنها حصلت بأسباب طبيعية تتعلق بداء المرتفعات وانخفاض درجة حرارة الجسم. أوكي، الآن سنرى خطورة هذا ال SCP. إذا تجاوز المتسلقون ارتفاع 8000 متر ودخلوا إلى منطقة الموت وكان ال SCP-1529 نشطا، سيحاول شق طريقه نحوهم والتدخل بينهم وبين القمة. ويبدو أنه يفضل استهداف المغامرين الفرديين أو من تقدموا أو تخلفوا على مجموعاتهم. وإن لم تأتي هذه الفرصة فإنه يستهدف الأفراد داخل المجموعات. بمجرد أن يصبح ال SCP-1529 في نطاق نظر الضحية سيحاول جذب اهتمامه لينظر إليه ودفعه إلى الاتصال بالعين معه، مما يؤدي إلى إحداث تأثير منوم للضحية. ويجد الضحية صعوبة في قطع الاتصال بالعين مع ال SCP-1529 ويبدأ يشعر بالدفء والراحة والاسترخاء. وبمجرد أن يستسلم المتسلق لهذا الشعور ويتوقف عن الحركة يقترب ال SCP-1529 منه حتى درجة أنه يصبح وجهيهما متقاربان جدا. ومعلومة محذوفة: عندما يموت الضحية يكون السبب انخفاض درجة الحرارة، ويحدث هذا في مدة ساعة إلى ساعتين من بداية الاتصال بالعين مع ال SCP-1529، وتكون المدة أقل بالنسبة للمتسلقين الذين علقوا بالقرب من القمة. وتتعفن وتتحلل أجساد الضحايا في غضون ساعات، وفي العادة الجثث تأخذ عقود لتصل لتلك الحالة. لن نخوض في التفاصيل أكثر، سأضع لكم رابط التقرير في الوصف. سنتكلم على ما يهمنا. لم ينجو أي شخص تعرض لمواجهة ال SCP-1529 إلا شخص واحد، ولقبته المنظمة ب آل، وتم إنقاذه من مكان بالقرب من قمة الجبل ونقل إلى المستشفى. وتم بتر أطراف أصابع يديه ورجليه بسبب قدمة الصقيع، وهي حالة معروفة تصيب أطراف الإنسان إذ بقيت لمدة طويلة في الجليد أو مكان بارد جدا، حيث يجب بتر ذلك الطرف. المهم، شوفي آل واستجوبته المنظمة قبل خروجه من المستشفى، وسجل الحوار الآتي. وصراحة أردت شخصيا أن أفصل في هذا الحوار لأنه أمر مشوق ومثير للاهتمام. سأذكر لكم كل ما قاله آل عند استجوابه. كنت قد وصلت إلى القمة، وعند عودة أدراجي للهبوط تأخرت قليلا عن المجموعة ب6 أمتار تقريبا بسبب أني توقفت لأثبت وشاحي. في تلك اللحظة رأيته قادم من فوق التلال. تفاجأت لوجود شخص آخر، حيث أنه لم يتم إخبارنا بوجود أي شخص آخر قد وصل للقمة. قلت أنه ربما جاء من الجانب الآخر أو تركه رفاقه. صرخت ولوحت له بيدي في الهواء لمحاولة لفت انتباهه. نظر إلي مباشرة. في تلك اللحظة بالتحديد شعرت بالسعادة والراحة. بدا الأمر وكأنه ذهب كل الألم والوجع والبرد الذي كنت أشعر به، وبدا الأمر وكأني عدت إلى منزلي بالقرب من المدفأة. اختفت كل مخاوفي وأنا أشعر براحة مستحقة. لكن كان هناك شيء غريب، شيء غير مطمئن. كنت قد طالعت من قبل عن حالة تصيب الإنسان تسمى حالة التعري المتناقض. أوكي يا جماعة، لمن لا يعرف هذه الحالة، هي حالة تصيب الإنسان عندما يبدأ جسمه يبرد بدرجة كبيرة جدا، تتمدد الأوعية الدموية ويبدأ بالشعور بالدفء والحر الشديد وكأنه يحترق، فيبدأ بتمزيق ملابس جسمه رغم البرد الشديد. أوكي، نواصل ما قاله آل.
وأيضا كان لدي صديق مات بسبب هذه الحالة، فجاءتني ردة فعل أنه يجب أن لا أستسلم لهذا الشعور. حاولت تجاهل هذا الشعور، ولكني لم أستطع رفع عيني عن ذلك الرجل الذي بدأ يقترب مني أكثر، وعندها تحول كل شعور رائع إلى شعور سيء. عند رفضي على الفور ذهب كل ذلك الشعور الرائع بالدفء والراحة، وبدأت أشعر بالبرد الشديد أكثر مما كنت أشعر من قبل. لم أستطع أن أشعر بأصابعي أو وجهي، شعرت بالتشققات والتجمد في شفتي. حاولت أن أتنفس فشعرت أن رئتي مليئة بالماء. كانت ساقاي متقلصتين وراودني شعور كبير بالإحباط. كان قد ابتعد زملائي بحوالي 30 متر أو أكثر. حاولت الصراخ عليهم، لكن كل ما كان يخرج من فمي كان همسا، وكان يتقدم ذلك الرجل مني أكثر. دام الأمر لأكثر من ساعة وهو يقترب شيئا وشيئا دون أن أستطيع أن أرفع نظري عنه، وكلما يقترب أكثر أشعر بشيء في مؤخرة رأسي، شعور سيء، شعور مهدد، وفوق كل شيء شعور بغيض. عندما وصل إلي شدني من كتفي وثبتني ليكون وجهي مقابل وجهه مباشرة. كنت أنظر مباشرة لتلك النظارات، تلك العيون، لا أدري إن كانت نظارات أم عيون، لم تكن لا نظارات ولا عيون. كنت أرى فيها أشياء لا يمكن تفسيرها، أشياء لم أراها من قبل، لا أدري إن كنت أراها أم أشعر بها. رأيت صورا لأشخاص، أشخاص يجلسون في أحواض المياه الساخنة، يرقدون بجوار نيران مشتعلة، يتشمسون على الشاطئ، أناس دافئون وسعداء. وكانت بعض الوجوه مألوفة لي، وجوه رأيتها من قبل في الكتب والصور، لأناس انطلقوا لصعود القمة لكن لم يعودوا أبدا. وسمعت سؤال من ذلك الرجل يقول: هل ترفض هديتي؟ شعرت بالتهديد، شعرت أن هذا الشيء الذي أمامي هو أخطر شيء قابلته في حياتي. كان تحريك شفتي أصعب من أي شيء قمت به، ولكني فعلت وقلت له نعم أرفض. تحولت صورة الناس الذين كانوا سعداء ويستمتعون في مسابح دافئة إلى أناس ملقيين شبه موتى في الثلج. شعرت أنه غاضب، وكأنه شعر بالإهانة لأني لم أقبل بعرضه. سألته بصعوبة: لماذا تفعل هذا؟ سخر مني وأظهر لي شخص عرفته مباشرة، اسمه جورج مالوري، وهو شخص تعرفت عليه جيدا. كان قد اختفى في 1924 أثناء محاولته وصول القمة، أتذكره جيدا، وكنت أنظر إليه ساقط في الثلج ويلوح لي كأنه يطلب النجدة. كنت أنظر إليه من منظور هذا الشيء الذي أمامي، وأراني كل ما فعله به لحظة بلحظة، وأظن أن رؤية تلك الصور أسوأ من عيشها، فاضع جدا. لم أرد أن يحدث لي ما حدث لمالوري. كان لدي ما يكفي من القوة لحمل ذراعي، فرفعتها وضربته بكل ما استطعت من قوة مباشرة في نظارتيه. تكسروا واستطعت أن أرى ما يوجد خلفهم، والمعلومة محذوفة. سقط على الأرض واستطعت الابتعاد عنه مسرعا. أتذكر أني كنت ضعيف جدا وفي حالة سيئة، وبعد مدة من المشي أنشأت خيمة ودخلت فيها، وبقيت أنتظر المساعدة حتى استيقظت في المستشفى. أوكي يا جماعة، هذا كل ما قاله آل في الحوار. الأمر المثير للاهتمام أنها مرت 48 ساعة وهو فاقد للوعي في الجليد حتى تم العثور عليه وإنقاذه، وهذا أمر مستحيل. لا يمكن لإنسان عادي أن يبقى لمدة 48 ساعة في تلك المنطقة على قيد الحياة، وسنتكلم على هذه النقطة لاحقا. أوكي يا جماعة، فهمنا أن ال SCP-1529 يظهر للناس عندما يكونوا في أسوأ حالاتهم، ويشعرهم بالدفء، ويظهر لهم صور جميلة ومريحة لمسابح دافئة وشواطئ مسمشة، ومن يستسلم لذلك الأمر يلقى حتفه. لكن الرجل الذي تدعوه المنظمة بآل هو الناجي الوحيد من بين كل الضحايا الذين تعرضوا لل SCP-1529، ونجا منه بسبب أنه رفض أن يستسلم لما عرضه له. ولكن هذا لم يكفي. عندما رفض لم يتركه ال SCP-1529، بل بدأ يسبب له المعاناة والآلام والشعور بالخطر والتهديد حتى يرضخ لعرضه، وهذا لمدة أكثر من ساعة. الشيء الذي جعل آل ينجو هو أنه تشجع وضرب ال SCP-1529 في نظارته حتى تكسرت وسقط على الأرض، مما أعطاه الفرصة ليهرب. أوكي يا جماعة، البعض منكم بدأوا يكونون نظريات حول العلاقة التي تجمع بين ال SCP-1529 وال SCP-096، ويتساءل البعض أين العلاقة بينهم. لا تقلق لا تقلق، خذ رشفة من ذلك الشيء الذي أمامك. ريلاكس ماي فريند، ريلاكس، لا شيء يدعو للقلق.
أغلب الظن أن المنطقة الأصلية للSCP-096 هي أعلى جبل إيفرست، والمنطقة التي يجول فيها الSCP-1529 هي أعلى جبل إيفرست، ونعلم أنهم هناك منذ مدة طويلة، إذن لابد أن يكونوا قد التقيا من قبل، ولكن متى وكيف؟ وما دخل هذا بأصول الSCP-096؟ سنرى نقاط التشابه بينهم. الSCP-096 يتفادى ويغطي وجهه لكي لا ينظر إليه أي شخص. الSCP-1529 يحاول لفت انتباه الناس لينظروا إليه. الSCP-096 يهاجم كل من نظر إلى وجهه. الطريقة الوحيدة لتفادي أن ينظر إليك الSCP-1529 هي أن تتفادى وتغطي وجهك، وإذ نظر إليك يجب أن تهاجمه ليتركك، كما رأينا ما حدث مع آل. وكإضافة، جسم الSCP-096 هو جسم شبه بشري، ونلاحظ من جسمه وكأنه شخص تم تعذيبه ومنع من الأكل والشرب، وكأنه شخص تاه لمدة طويلة جدا بدون أكل وشرب، زائد أن بشرته بيضاء جدا. إذ جمعنا كل ما توصلنا إليه. إذن فالSCP-096 كان شخص متسلق، وقد واجه الSCP-1529 أثناء محاولته لبلوغ قمة إيفرست، ونستخلص أنه رفض الاستسلام له مثل ما حدث مع آل، لكن لم تكن له الشجاعة ليضربه ويهرب مثل ما فعل آل، وبهذا تعرض لتعذيب الSCP-1529 بدون توقف. ونظرا للشكل الذي أصبح عليه الSCP-096 فقد تعرض لتعذيب الSCP-1529 لمدة طويلة جدا، ليست ساعات بل لمدة سنوات. ستقول كيف أمكن للSCP-096 أن يبقى حيا وفي منطقة يستحيل أن يعيش فيها الإنسان، وزائد أنه يتم تعذيبه وبدون أكل وشرب؟ هل تتذكر عندما قلت أن آل بقي لمدة 48 ساعة في الجليد قبل أن يتم إنقاذه، زائد أنه كان ضعيف جدا ومستحيل أن يبقى شخص حي لمدة 48 ساعة في تلك المنطقة؟ المنظمة وجدت هذا الأمر خارق للعادة، والاقتراح الوحيد الذي طرحه علماء المنظمة أنه تلك الساعة التي واجه فيها آل الSCP-1529 أعطاه قدرة على العيش والتحمل، منعته من الموت في تلك المنطقة، لدرجة أنه بقي حي لمدة 48 ساعة حتى بحالته الضعيفة. مما يعني أن التعرض للSCP-1529 يمنع جسمك من الموت مهما كانت حالته. إن كانت ساعة واحدة أمام الSCP-1529 أعطت كل هذه القدرة، فتخيلوا القدرة التي يمكن أن يصل إليها الشخص إذ تعرض له لمدة سنوات، وهذا ما يفسر القدرة الجسدية المدمرة للSCP-096. إذا نستخلص أن الشخص الذي أصبح SCP-096 كان مغامرا، وأثناء محاولته بلوغ قمة إيفرست تعرض للSCP-1529 ورفض هديته، مما جعل الSCP-1529 يعذبه ولم يستطع تحرير نفسه منه، مما جعله يبقى واقفا ينظر إليه وهو يعذبه لعدة سنوات، وهذا ما جعله يصاب بالجنون، وتأقلم جسمه مع المنطقة وتحول للجسم الذي نعرفه اليوم بأطرافه الطويلة وبشرته البيضاء، وكان في مكان معزول جدا، لدرجة أن طوال هذه السنوات لم يعترض أحد طريقهما حتى اليوم الذي وجدته فيه المنظمة، وأنتم تعرفون بقية القصة. أوكي يا جماعة، يبقى سؤال واحد مهم: ما هي هوية الشخص الذي أصبح الSCP-096؟ من بين كل ضحايا الSCP-1529 هناك شخص واحد لم تعثر على جثته أبدا. هل تذكرون جورج مالوري الذي تكلم عليه آل وكان من أول ضحايا الSCP-1529 وبدأ يريه ماذا فعل به؟ هذا الشخص المدعو بجورج مالوري الذي عثر على جثته في 1999 لم يكن وحده، كان مع صديقه اسمه أندرو إيرفين، ولم يعثر على جسمه أبدا. كانوا تابعين لمجموعة بريطانية لمتسلقي الجبال، وكانوا من المغامرين الذين أرادوا الوصول لقمة إيفرست في 1924.
حاول الصديقين الدخول لمنطقة الموت لبلوغ القمة، وكان آخر شخص رآهم هو مرشد ساعدهم على تخطي خط 8000 متر، ثم عاد أدراجه اسمه نويل أوديل. وهذا يأخذنا لنفكر أنه ربما يكون هذا المرشد هو آل نفسه، أولا بسبب اسمه، كأن اسمه فيه آل، نويل آل، أوديل آل، وأيضا بسبب أنه مثقف من ناحية تسلق الجبال تماما كمرشد للمغامرين، وبسبب أنه تعرف على جورج مالوري. المهم هو ليس موضوعنا اليوم. بعد دخول الصديقين للمنطقة الميتة لم يعودا أبدا، حتى تم العثور على جسد مالوري 70 عاما فيما بعد في 1999. والغريب أنه لم يعثر أبدا على صديقه أندرو إيرفين، وحسب شهادة آل فالSCP-1529 هو الذي أنهى حياة مالوري. وطبعا هذا يعني أن إيروين تعرض للSCP-1529 أيضا. وعندما عثر على جسم مالوري كان جسمه أبيض تماما مثل جسم الSCP-96. وما يدعم هذه الحقيقة أيضا أن في إحدى الرسائل التي عثرت في أشياء مالوري يقول أن صديقه إيروين شخص خجول جدا لدرجة أنه لا يستطيع حتى أن يتكلم مع الناس بشكل عادي. المهم بهذا استطعنا كشف الحقيقة الكاملة للSCP-96. هو نفسه المغامر الخجول أندرو إيرفين الذي انطلق نحو قمة إيفرست مع صديقه جورج مالوري، وقدر له أن يتعرض للSCP-1529 ويعيش سنوات من التعذيب، ويصبح ما هو معروف اليوم بالSCP-96. تخيلوا فقط أن شخص عادي واقف لمدة سنوات يتعرض للتعذيب وهو ينظر لعينين الSCP-1529 ولا يستطيع أن يفعل أي شيء ولا حتى الموت. وهذا هو ما أدى إلى ولادة المخلوق المعروف بالSCP-96. هل تعتقدون أنه بعد كشف الحقيقة سأترككم هكذا؟ أبدا. هل تذكرون الحادثة التي تكلمنا عنها في الفيديو الذي مضى؟ الحادثة التي حدثت لفريق زورو 9A، الفريق الذين ماتوا جميعا إلا كابتن الفريق بعد أن حاولوا الإمساك بالSCP-96، والكابتن هو الذي يحكي الأحداث. هل تذكرون أنه عندما قاد الSCP-96 على كل أعضاء الفريق وهدأ وعاد لحالته العادية سهل الانقياد، وقلت أنه جاء فريق آخر ووضعوا كيس على رأسه وقادوه للحجر؟ يوجد تفصيل لم أذكره، وهو أن هذا الفريق الثاني كان معهم SCP، وهذا الSCP ساعدهم على الإمساك بالSCP-96 بدون كارثة مثل ما حدث مع الفريق الأول، وذلك بتخدير الSCP-96. هذا الSCP نجح في تخدير الSCP-96 وجعله ينام، وهذا الSCP الكثير منكم عرفه لأنه الSCP الأكثر طلبا منكم منذ أن رفعت فيديو الSCP-96. في كل التعليقات سترى اسمه مذكور. نعم يا أحباب، إنه طبيب الطاعون، أكثر SCP طلبته العشيرة. رغم كل محاولات المنظمة الفاشلة لقمع الSCP-96 إلا أن الSCP-049 استطاع ذلك. Child, you do not have to fear me. I am here to help you. Please, let me see. I cannot save you, but I can help you. You'll feel a slight pinch, but it's nothing to fear. Trust me. وطبعا إن أردتم فيديو حول هذا الSCP المعروف بطبيب الطاعون أنتم تعلمون جيدا ما العمل. فجروا التعليقات بالهاشتاغ SCP-049 ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو، والسلام عليكم.